أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الدراري؟ بخير ولا تكونوا بخير إن شاء الله. نتوما وطيروا ديالكم فيديو جديد، معلومة جديدة وتوليعة جديدة كما العادة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على طائر دياموند جولد أو الجولدين، كل واحد كيفاش كيسميه. الطائر الجميل الملون اللي أي واحد الدراري كيشوف هذا الطائر هذا كيعشقو وكيتمنى تكون عنده شي كوبلة في الدار حتى هو يشوف وليداتها وينتج منها. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم الدراري اسرار كيفاش نتجنا الطائر هذا. والطائر هذا الدراري راه ما صعيبش بزاف، وراه كيبغي يطبق واحد المراحل حيت هو طائر خجول، طائر كيحشم. لهذا الاصدقاء غادي نطبق بعض الحوايج اللي هما ساهلين وان شاء الله غادي ننتج منها الطيور هذا. يلا دراري خليكم مع الفيديو باش نعطيكم اهم حاجه الا بغيت نتجنا الطائر هذا. خليكم مع الفيديو، ما تنسوش لايك الاصدقاء. غادي نحاول نشرح لكم على جوج ديال الكوبلات اللي عندي. كما كتشوفوا عندنا هنا جوج ديال الكوبلات، الكوبله الاولى الكوبله الثانيه. الكوبله الاولى ديجا خدمت بها والكوبله الثانيه جديده. هاد الطائر هذا كينتج بزاف ديال الالوان وفيه بزاف ديال الطفرات، والطائر اللي معروف هو الطائر الكلاسيك اللي كاين في الطبيعه. وهذا اللي كتشوفوا هنا اغلبيه طفرات. كاين الراس الاسود وكاين الراس الاحمر، الذكر هو الراس الاحمر، وكاين الراس البرتقالي، وكاين الراس الرمادي. يعني هادو الدراري كلهم طفرات. والطائر الكلاسيك ساهل الدراري تعرف ما بين الذكر والانثى. يعني الذكر ديما تيكون اللون ديالو فونسي على الانثى، وبعض الطفرات بحال الاصفر والازرق اللي صعيب تعرف ما بين الذكر والانثى. ولكن ديما بنادم يسول الناس اللي عندهم خبره في هذا الشيء، راه غادي يوريك بين الذكر والانثى. من بعد ما انك غادي تاكد باللي عندك ذكر وانثى، غادي تحطهم في قفص بحال هذا ولا بحال هذا. هادو بجوج من الدراري نتجت منهم العام اللي فات. ملي غتحطهم في قفص بحال هذا ضروري غادي تحط لهم الدراري نظام غذائي اللي غيكون مليء بالكالسيوم والبروتين والالياف. اول حاجه غديرها الدراري غتحط الماكله كيفشنا هنايا، وغتحط الزوان هنايا، وغادي تحط السيبيا، وغادي تحط الباطي. وضروري الدراري من الكريت ضروري. هانتوما كما كتشوفوا الاصدقاء. ملي غتحط الدراري هاد المواد هادي غادي تجيب عش. كاين بزاف الدراري ديال الاعشاش، كاين عش بلاستيكي وكاين عش ديال الخشب وكاين هاد العش هذا حتى هو راه معروف الدراري. وانت والذكر غادي يبداو يتوالفوا. ملي غادي يتوالفوا ويبداو يجمعوا لكم العش، ادوات التعشيش هما هادو. وكاين واحد الادوات التعشيش دايرين بحال الفيلاس قاصحين، حتى هادوك الدراري راه زوينين. من بعد الاصدقاء الطيورات ديالكم غادي يبداو يتوالفوا على بعضياتهم. وهاد الطيور هادو دغيا الدراري كيتوالفوا، يعني ما فيهمش الشجار بزاف. من بعد الاصدقاء غتبقى تشوفوا الذكر والانثى كيبنيو العش، وهنا الدراري كتبدا الخدمه. انت وزهرك هاد الطيور هادو الدراري كاين بعض الاناث صلاحين وكاين بعض الاناث معكازين بحالهم بحال البشر. كاين بعض الاناث كيحطوا البيض كيحضنوا مزيان وكيوكلوا مزيان، يعني ما تحتاج شي تدخل. وكاين بعض الاناث ملي كتحط الدراري البيض ضروري خاصك الحضانات هما طيور الموانو كما كتشوفوا. هذه انثى والابيض هو الذكر. في هذه الحاله ضروري خاص التدخل ديالك. غير الانثى كتحط البيض هنايا، كتخليه حتى تيكملوا، وكتهزهم وكتحيد البيض ديال الموانو وكتحط البيض ديال الدياموند، وكتسنى 15 يوم وكيفقس البيض. في الحاله اللي عاديه كتخلي لهم الدراري البيض، يعني كتحاول تعطيهم الدراري غير ماكله مزيانه، باطي تكون مزيانه، الكريت، السيبيا، ومره ما تعطيوش الدراري ميلون بزاف، مره والزوان راه كيحماقوا الدراري على الزوان، والماء ديما يكون نقي. هادو هما الدراري هما الاسرار كيفاش تنتج من طائر دياموند جولد. الا كان عزيز عليكم الطائر هذا راه غتنتج منه ان شاء الله وغتشوف فريخاتو. باقي عند الدراري شي فريخات من العام اللي فات ها هما، وكلهم مواجدين ما شاء الله، وكلهم تيغردوا دقه وحده كما كتشوفوا ما شاء الله. هذاك الاصفر الاب ديالو هو اللي راسو اسود، هذا اللي راسو اسود هو اللي نتج هذاك الاصفر، ونتج هذا اللي راسو برتقالي. المهم الاصدقاء
هادو هما الاسرار باش تنتج من طائر دياموند جولد. وهادشي اللي كاين. يلا الدراري ما عليكم غير تبداو الانتاج. يلا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب. ما شاء الله. شو ما شاء الله الأصدقاء، الديل ديالو في قمة الجوزية ما شاء الله. عندنا هنا فراخ دياموند جولد ما شاء الله.